ازيكم يا حلوين؟ وجيت لكم بالجزء التاني دوت تكملة الفيديو اللي انا نزلته اللي هو بتاع الروتين. المكالمة اللي جاتلي دي جاتلي في نفس اليوم اللي انا كنت عاملة فيه روتين، وانا قلت اما اكمل لكم بقى، اعمل لكم بقى جزء تاني وجزء تالت والكلام دوت بقى. طبعا بقى لقيت التليفون بيرن عليا. مين بقى اللي بيرن عليا؟ لقيت اختي اللي بترن عليا، لقيتها بقى بتقولي حاجات في التليفون. والله يا ولاد انا اتفاجئت. فالمهم لقيتها بتقولي فكرة مجنونة مجنونة، يعني مجنونة بجد يعني، بس عجبتني حلوة. فلقيتها بتقولي ايه رأيك نروح اسكندرية دلوقتي؟ قلت لها دلوقتي؟ قالت لي اه دلوقتي. قلت لها ده انا لسه كنت مروقة وعاملة وما نمتش لسه. فقالت لي خلاص خليها ايه الصبح، حتى كمان احنا ننام وكده ساعة ولا حاجة عشان خاطر الطريق. الكلام ده كان قبل الفجر او بعد الفجر، في اثناء الفجر يعني، في حدود دي. فالمهم ايه، قلت طب والله ده انا قايمة اجهز بقى حاجة السفرية. جهزت بقى، طلعت الكوبايات دي عشان خاطر نشرب فيها شاي وكمان نشرب فيها مية، وطلعت حبة سكر من عندي، وكمان طلعت باكت الشاي دوت شاي فتلة عشان ما نبهدلش وكده فيبقى سهل. وخدت معايا ليسون، وخدت معايا بسكوتات وكده، كانت بسكوتات عندي فخدتها معايا، وخدت ترمس وقطعت عليه ليمون، وقعدت اشرب الحاجة الساقعة اللي كانت فايضة من الفيديو اللي هو فات. انا بقول لكم ده في نفس اليوم اللي انا كنت عاملة فيه الروتين، بس بالليل خالص. وخدت علبة كحك كده وحبة قراقيش، وخدت مناديل كمان عشان نمسح فيها ايدينا. وكنت نسيت احط كام واحدة غريبة كده، فقمت حاطة كام واحدة غريبة، وقفلت بقى العلبة كده، قلت نستنى فيها بقى كده واحنا قاعدين على البحر وكده. وخدت كمان علبة الجبنة دي، قلت عشان لو الولاد جعوا كده نعمل لهم سندوتشات وكده، يعني ايه عشان هما ما يستحملوش زينا يعني بيجوعوا بسرعة. وخدت حبة السوداني دول، كانوا عندي فايضين يعني من تسالي العيد، وخدتهم معايا كمان، وحطيت الحاجات بقى في الشنطة وكده. وخدت حاجة الشاي والله زي ما بقولكوا كده، ونسيت اهم حاجة اللي هتعمل الشاي واللي هتعمل الليسون وكل حاجة. نسيت الترمس، يعني انا كنت هاخد الترمس معايا نسيته. قلة نوم والله، انا ما كنتش نمت اصلا، وكنت كمان يوم ترويق، يعني كان يوم تعب جدا عليا، بس الحمد لله يوم عدى حلو اوي، كنت مبسوطة. دي اول خروجه اخرجها، انا ما خرجتش في العيد اصلا، يعني انا في العيد ما خرجتش. خرجت بعد ما العيد خلص الحمد لله، لحقت برضه. يلا انا ما كنتش مستعجله يعني، كل واحد بيجيله نصيبه، جالي نصيبي ولا ما جاش جه. جات لي خروجه ولا كانت على البال ولا على الخاطر. ف طبعا بقى اولادي كانوا صحي، هم اللي كانوا نايمين، انا اللي ما نمتش، وقعدت بقى اغزل في بنتي وبصوا بقى منشكحه ازاي عشان عماله اغزل فيها. كانت قمر يا ولاد، الشتوكه بتاعتها دي ضاعت في المصيف، ضاعت يا ولاد. زعلانه قوي، ده انا عايزه اروح تاني عشان ادور على التوكه دي اشوفها راحت فين. طبعا بقى ايه، انا ببوس ايد بنتي، ابني قال لي وانا يا ماما، قلت له هات يا حبيبي ما ابوسها بدل ما اخد مخالفه. بس كان مبسوط قوي، انس ما كانش مصدق بصراحه. هو صحي وانا بلبس فقال لي يا ماما ايه ده انت رايحه فين؟ قلت له هنروح المصيف يا انس. قال لي بجد والله؟ مش ما كناش عارفين اصلا يعني. طبعا بقى نزلنا عشان كنت مستنيه بقى اختي جايالي، هي وجوز اختي يعني جايين ياخدوني بالعربيه من عند البيت وكده، فكنت واقفه مستنياهم وكده. كان الجو حلو قوي يا ولاد، جو الصبح ده بيبقى جميل. يلا بينا بقى نسمع الاغنيه الحلوه دي مع بعض. بين شطين ومية عشتكم مع عينيا، بين شطين ومية عشتكم مع عينيا، يا غالين عليا يا اهل اسكندرية، بين شطين ومية عشتكم عينيا،
بين شط ومية عيشتكم عينيا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية يا من الناس قالوا لي قالوا وصفوا لي حلوك سنالوا لي والتيه واخدوا بيا يا غالين عليا يا غالين عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية محقوق لي وظالمني وفي قلبي مقاسمني من قدامي خاصمني مش داري اللي بيا يا غالين عليا يا غالين عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية بحر الهوى حبيبي أنا كنت عايزة أجيلك بقالي كام سنة بيقولوا إنك قوي وبتجرح بالقوي. وبعد أغنية يا بحر الهوى خلصت، هنبتدي الفلوج كده مع بعض، وتعالوا بقى نشوف حلاوة القلعة بقى وجمال القلعة. بصراحة كانت القعدة هنا حلوة بردك قوي، احنا لفينا كتير ورحنا اماكن كتير قوي، يعني في يوم واحد لفينا لف. بصراحة كان يوم حلو ممتع. زي ما انتم شايفين كده بقى القلعة هناك اهي، وكان في ناس كتير وفي سياح والكلام دوت يعني، وكان في اجانب بقى وخواجات والكلام ده. الصراحة كان الدنيا هايصة في الحتة دي بالذات. بصراحة كان شفت اجانب كتير في المكان دوت، يمكن عشان خاطر القلعة يعني. بس كده يعني. المهم بقى ايه، ان انا محدش يستغرب او يقول ان انا منزلتش ركبت المراكب دي ليه، لان انا بخاف، انا جبانة وبخاف، بفكر في تفكيرات غريبة بالنسبة للمركب ديت، يعني ببقى عايزة حد يعني يكون معايا يجمد قلبي. واللي كانوا معايا يعني اللي هي اختي بتخاف اصلا من موضوع المراكب دوت بردك، فما كانش حد مجمد قلبي، فمرضناش نركب مراكب. بس جوز اختي متهيألي بيركب عادي المراكب وكده، يعني مش بيخاف منها. بس انا واختي يعني بنخاف من المراكب. انا اصلا لحد قريب كنت بخاف اروح يمة اي حتة عالية في بحر زي كورنيش، يعني كنت بخاف اروح الاماكن دي جدا جدا. انا هروح البحر من تحت بس ما اقفلوش من فوق. اتخيل تخيلات غريبة.
فالمهم بقى ركبنا العربية وقعدنا بقى كنا مشغلين اغاني، كنت مبسوطة قوي. وبعد كده بعد ما رقصنا في العربية وهيصنا رحنا سوق الاسماك. جوز اختي بصراحة تولى الموضوع، فجاب كل حاجة، ما خلينيش جبت اي حاجة آم، ولا صرفت اي حاجة بصراحة يعني. بصراحة يعني هو كريم قوي، واسمه كريم يعني شفته. آه ربنا هو فعلا اسم على مسمى زي ما بيقولوا، هو اللي في ايده وش ليه وربنا يسترها عليه يا رب. وتعالوا بقى نشوف هو بقى جاب لنا ايه. هو طبعا كان واقف بيتكلم مع الراجل بتاع السمك، واحنا بقى كنا عمال نصور. جاب لنا سمك كده شبه البولتي بس مش بولتي، نوع تاني كده، بس الراجل قال عليه ونسيت. طبعا البلح بتاع البحر ده احنا ملناش فيه هو اصلا شكله مستفز قوي. انا مش عايزه اقولكوا الشبه اللي انا شبهته بيه عشان ما تقرفوش يعني، بس هو شكله مستفز. جاب لنا سمك، وجاب لنا كابوريا، جاب لنا جمبري وجندوفلي وحاجة تانية كده شبه الكابوريا برضك بس مش كابوريا، هي حاجة تانية نسيت اسمها برضك. آه طبعا بقى ساب الحاجات اللي احنا اشتريناها عند واحد بتاع سمك ينضفهم ويعملهم لحد ما احنا بقى ايه نجوع كده ونروح ناخد الاكل من عند الراجل. يعني احنا قلنا له على ميعاد محدد يعني. بس عشان كمان كنا لسه فطرانين وشبعانين. بصراحة انا اكلت فطار يعني غريب عجيب بصراحة. بالنسبة لي ان هو غريب لان انا من القاهرة، اما اهل اسكندرية بالنسبة ليهم الفطار ده عادي. فجوز اختي راح جاب لنا فطار فول بالسجق، وبصراحة حاجة جديدة اوي بالنسبة لي وعجبني. ولا الفلافل بتاعتهم يا خرابي حاجة تانية خالص. وصفصف بقى قعدت ترقص، ربنا يحرسها يا رب ويخليهم لي. فقعدت ترقص بقى، وزي ما انتم شايفين كده بصوا عمية، وده مش رقص يا جماعة، ده جرب. اما انت كانت قاعدة بتهز نفسها كده في ايه، عاملة زي لما يكون حاجة بتاكلها في جسمها مش عارفة. الرقص الغريب ده يا بنتي. صراحة هو كان حتة يوم واحد بس كنا مبسوطين جدا، كان يوم بصراحة حلو قوي. اللي متابعني من قبل كده عارف ان انا قعدت، عارفين يعني ان انا قعدت اسبوع في اسكندرية. انا اول مرة في حياتي يعني، او احنا عامة كلنا اول مرة نروح يوم واحد ونرجع. بصراحة هي فكرة جديدة وفكرة مجنونة وعملناها، بس طلعت فكرة حلوة اوي الصراحة. وكان يوم حلو بجد يعني، واتبسطت جدا، وكلنا كنا مبسوطين. يا رب يبسطنا جميعا يا رب. والمهم بقى ايه، قعدوا بقى يصوروني وانا قاعده باكل في الكحك، يرضيكوا الكلام دوت. انا خدت معايا علبه الكحك وانا اللي فتحتها وقعدت اكل منها. قعدوا بقى يصوروني ويقولوا بصوا تاكل الكحك ازاي في إيه يا جماعه في إيه؟ كان التليفون ناقص يخش جوه بقي مش عارفه. مم. بصراحه الكحك كان حلو قوي، انا نفسي اخد العلبه دي وانا نايمه. فالمهم بقى ايه، كانت اختي برضك جايبه شيبسات وجايبه فاكهه برضك معاها وحاجات يعني. بصراحه سلينا تسليه حلوه جدا. على فكره الشواطئ كان فيها ناس كتير قوي، بس احنا قعدنا نلف لف عشان خاطر نلاقي شط بس كده رايق عشان نقعد براحتنا. وكان الاكل وصل، كنا بالليل بقى وكلنا على البحر، يعني دي الترابيزات اللي بتبقى على البحر. ف جوز اختي بقى راح جاب لنا الاكل وكان سخن مولع. آم، وقعدنا بقى كلنا على البحر، وبصراحة كان جو جميل، وما كانش في حد على البحر الا احنا يعتبر. وقعدنا كلنا وبعد كده بعد ما كلنا بقى هقولكوا احنا رحنا فين. فالمهم ده السمك بقى اللي بقولكوا عليه، السمك نوع السمك ده احنا اول مرة ناكله بصراحة. بس انا نسيت والله اسمه ايه.
وادي الكابوريا وجمبري والجندوفلي وايه تاني. سيبوكم بقى من كل الكلام ده، بس الاكل كان حلو قوي وكان صابح. كان في شوربه بس ما صورتهاش، والراجل بقى كان حاطط كل حاجه على بعضها، الجمبري والكابوريا والجندوفلي وحاجه تانية كده انا معرفهاش. وبعد ما كنا كده وظبطنا، جوز اختي برضه خد الاولاد يعني ووداهم الملاهي او الالعاب دي على البحر على طول يعني، برضك يعني ما رحناش بعيد على الرمله. احنا كنا منقين شاطئ خاص يا جماعه، يبقى في كل حاجه عشان ايه ما نمشيش كتير. انا عن نفسي برضك بحب الشواطئ الرايقه اللي هي هاديه دي، ما بحبش الشواطئ الزحمه ابدا. كانت الشقه اللي انا كنت قاعده فيها كان منها للبحر على طول، فكنت ببص على الشواطئ من البلكونه او البرندة. قبل ما انزل يعني هبص كده في الفيو، اشوف الشط اللي انا هنزله من قبل ما انزل، يعني كنت بحجز من فوق قبل ما انزل، هو الشط ده هو اللي انا هقعد فيه، فكنت بنزل على طول عليه. كان يعتبر الشط اللي انا كنت بقعد فيه وصورت لكم فيه حاجات كتير قوي، هو شط احلى شط واهدى شط بصراحة. اللي عايز يشوف الفيديوهات بتاعت المصيف دي هيلاقيها عندي في القناة يعني. كنت بعمل احلى فيديوهات على البحر، واحلى فيديوهات وانا قاعدة في الفيو بتاعي بفطر او كنت بتغدى. كنت بعمل فيديوهات حلوة قوي. زي بقى كان هيجينا في اليوم دوت ويقضي معانا اليوم، بس معرفش يجي وكده، وكملنا اليوم كده لوحدنا، وهو معرفش يجي عشان حصل مشكلة في الشغل وكده وما جالناش، وانا كنت مستنياه. واحنا لو كنا عايزين نبات كام يوم كنا بيتنا هناك، يعني لنا شقة في اسكندرية وكده، ولو كنا عايزين نبات كنا بيتنا، بس احنا كنا يعني قلنا يوم واحد ونرجع تاني. هي فكرة جت في دماغنا، واي حاجة بتيجي في دماغنا لازم نعملها. بس فالمهم بقى خلاص بقى اخدنا وقتنا والعيال لعبوا واتبسطوا وركبنا بقى وماشيين وبس. بصراحة كان الجو ده حلو قوي، ولو كنا قادرين كنا لفينا لفة كمان، بس ما كناش قادرين، كنا عايزين نمشي على طول. وجوز اختي قعد يقول لنا لو عايزين تتمشوا شويه بالليل كده تعالوا، واحنا مرضناش عشان مكناش قادرين بصراحه. وكنت وصلت البيت خلاص، واول حاجه هعملها ان انا هحط الغسيل في الغساله، ده لازما الغسيل ده ما يتركنش. طبعا بهدلت طول اليوم يعني، فقلت بقى احط الغسيل في الغساله، وبصراحه هنام يعني انا عايزه انام، فهسيبه. وتاني يوم لاني هو كان دورتين غسيل، فكده كده هحط غسيل واشيل واحط غيره برضك. تمام، هحط بقى على الدورة اللي احنا كنا فيها برا البيت، هحط حبة ديتول زي ما انتم شايفين، لان انا كنت برا البيت واخدنا يوم طويل وبحر وانتوا عارفين بقى الجو والكلام ده، فلازما الهدوم اللي انا خرجت بيها وقعدنا فترة طويلة برا واتبهدلت جامد، فبحط لها حبة ديتول تعقم الغسيل مش اكتر، عشان احنا كنا في مصيف انتوا فاهمين يعني بعقم الغسيل اللي احنا خرجنا فيه وش اكتر. وبكده هقول لكم تصبحوا على الف خير، ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واستنوني في فلوج جديد. وبس كده، ومع الف سلامة.